السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى ساندويتش شاورما بأحلى تتبيلة وكل تفاصيل العيش السوري، وكمان آه، ال ال الصوص بتاع التومية. اول حاجه هنبدا بتتبيل الاوراق. انا هعمل النهارده اوراق لان بحسها ان بتكون جوسي اكتر، خصوصا لما نكون عاملين الشاورما في البيت. حطيت نص كوبايه من الزبادي، وحطيت عليها معلقه كبيره من الثوم، وعليها معلقتين من الصويا صوص، ومعلقتين من الكاتشب. بس هو مغلبني شويه عبال ما ينزل من الازازه. هحط كمان سرياتشا. انا عايزه اقول لكم ان انا متبعه التتبيله السوري زي ما كل شيفات سوريا بيعملوها، ما حطيتش اي اختراع من عندي. وهنحط كمان معلقتين من الزيت بيزودوا طراوة الفراخ، وكمان معلقتين من الخل، وكمان عصير 2 ليمونة. بصراحة الليمون بيفرق قوي قوي مع الشاورما، بيخلي طعمها حلو جدا. هنحط كمان معلقة كبيرة مليانة او معلقتين صغيرين مليانين من بهارات الشاورما. هسيب لكم كل مكونات من بهارات الشاورما في صندوق الوصف. وممكن كمان تشوفوا الفيديو اللي عملته لبهارات الشاورما. هحط كمان معلقتين من الهريسة بتاعة الفلافلة الحلوة، الفلافلة الحمراء الحلوة، يعني دي مش حراقة ولا حاجة. السرياتشا بقى اختياري، لو مش عايزين اي سنة حرقان في التتبيلة، بس والله هي مش بتدي حراق، يعني مش بتخلي الطعم حراق. بعد كده حطيت عليها كيلو من اوراق الفراخ المتقطعة لشرايح رفيعة وطويلة، علشان تدينا الشاورما زي ما بنشتريها بالظبط. تقدروا تعملوا نفس التتبيلة وتحطوا فيها الأوراق سليمة، وبعدين تشووها على الفحم، وبعدين تقطعوها بعد الشوي. برضه هبقى أعمل لكم فيديو تاني. زودت كمان رشة كبيرة من الفلفل الأسود أو معلقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الأسود، لأن أنا ما بحطش في بهارات الشاورما نسبة فلفل أسود كبيرة. نقلب كل الحاجات دي بقى مع بعض. الهريسة بتاعت السرياتشا هي اللي بتديني اللون الأورنج الجميل للتتبيلة بتاعت الشاورما. بعد كده بدأت أعجن بقى العيش التورتيلا. عملت كوبايتين من الدقيق، حطيت كوباية ونص الأول، وحطيت عليهم 3/4 كوباية من المية المغلية، وبعدين رجعت زودت نص كوباية من الدقيق. لما بحط الدقيق بالتدريج بيتعجن معايا أسهل، بتكون العجينة سهلة معايا. عجنتها وقطعتها على طول. العجينة بالمية السخنة دي ما بتحتاجش ترتاح، لأن المية السخنة بتعمل لنا هي عملية التريح دي. قطعتها لتمن 8 أرغفة، وكورتهم، وببتدي بقى بعد كده افردهم. طبعا لو ريحناها كمان ربع ساعة هتتفرد معانا اسهل واسهل. بس هي العجينة دي مرنة جدا ومش بتحتاج تتفرد، والعجينة فيها نسبة تلزيق خفيفة جدا عشان تتحمل ان احنا نفردها على الدقيق. بعد كده سويتها في صينية ألمونيا عادي جدا، وتسوت معايا، وطلعت 8 ترغفة، يعني يمكن بحوالي 100 جنيه من كوبايتين دقيق. العيش طالع معايا حلو جدا. هغطيه بفوطة عبال ما اعمل بقى صوص التومية. حطيت نص كوباية من المية مع معلقتين كبار من النشا، ورفعتهم بقى على النار لحد ما يديني القوام اللي انتوا هتشوفوه ده، قوام كده شفاف ومتماسك من العجينة يعني. بعد كده حطيت فصين توم، او معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من الثوم. حطيت عليها عصير نص ليمونه، ومعلقه صغيره من الخل. هقلب كل الحاجات دي مع بعض. المفروض احط معاهم، او حطيت كمان رشه ملح. المفروض احط معاهم معلقتين كبار من اللبن، بس انا هضيفه في الاخر، كنت ناسياه. وبعدين هحط معاهم ربع كوبايه من الزيت. ممكن تحطوا الزيت كله مره واحده، وممكن تحطوه بالتدريج زي ما انا عملت. انا حطيت شويه في الاول، وبعدين رجعت حطيت بالتدريج، ما احتاجتش معايا اكتر من كده. تطلع حلوه وغنيه. بعد كده حطيت اللبن اهو، حطيته في الخلاط. اللبن بقى بيفرق جدا في قوام التوميه. هما صحيح معلقتين، بس بيفرقوا جدا، بيخلوا التوميه قوامها يتماسك جدا. يعني فجاه كده تلاقوا قوامها اتمسك اول ما حطيتوا اللبن. نسيبها بس في درجة حرارة المطبخ هتتماسك جدا، ولو حطيناها في التلاجة هتتماسك على الآخر. بعد ما عدى ليلة كاملة على تتبيل الشاورما، حطيت شوية زيت في الصينية بتاعتي. أنا هسويها في الفرن. تسوية في الفرن من أكتر التسويات اللي بتخليني أحس إن أنا
عملت حاجة شبه اللي بره، او زي ما قلت لكم الطريقة التانية في التسوية على الفحم، بس بتكون بقى لسه سليمة. بعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة عالية، وبحطها على الصاجة لحد ما تنزل ميتها كده، وبطلعها اقلبها. انا ما قلبتهاش غير مرتين اتنين، زي ما انتوا شايفين هي لسه فيها مية، فهرجعها تاني على الصاجة. وبرضو هسيبها لحد ما تتشرب المية دي خالص. بعد كده بقى هشغل لها، زي ما انتوا شايفين هي شربت المية خالص اهي، فهديها تقليبة بس. وبعد كده هدخلها الشواية تاخد كده لون جراتان، يعني، ويبقى فيها حتت كده محروقة شوية أو محمرة شوية، زي ما بتنزل لنا من على السيخ كده، بتبقى متقطعة حتت طرية وجوسي قوي من جوه، وحتت من على الطرف بقى من بره متلسوعة شوية كده من السيخ. فالتسوية بالطريقة دي هتديني نفس التكنيك أو نفس الفكرة بالظبط. بعدين خلاص انا حطيتها في الشوايه حوالي 5 دقايق بس، وبعدين قلبتها وسبتها عبال ما ابتدي اعمل بقى السندوتشات بتاعتي. زي ما انتوا شايفين التوميه كريمي جدا، مش عاوزين الصوصات تبقى يعني مغرقه الدنيا كده، علشان ما تبهدلناش الساندوتش ميكر واحنا بنعملها. حطيت كمان سرياتشا، طبعا دي اختياري، مع التوميه. وفي ناس كمان بتحط طحينة مع التومية في العيش، في الساندوتش. كمان الساندوتشات دي أساسي فيها الخيار المخلل، ده أساسي يعني. وبعدين بقى نحط الشاورما بتاعتنا والبطاطس المحمرة. في ناس بتحط البطاطس المحمرة بره الساندوتش، وفي ناس بتحطه جوه الساندوتش، يعني زي ما تحبوا بقى في النقطة دي. لكن الخيار والتومية من الأساسيات. تقدروا تعملوه من غير السيراتشا، وتقدروا تحطوا السيراتشا، هتديكوا طعم حلو قوي، خصوصا ان انا عاملاها مش حراقه قوي، يعني حراقه خفيف كده. وبعدين هنشمع بقى السندوتشات دي، ممكن في طاسه على النار، طاسه مدهونه بسنه خفيفه كده من الزيت او الزبده، علشان تدي لسندوتشات الشاورما لون حلو كده من بره. و تقدروا تقفلوها من على الجناب او تسيبوها مفتوحه، ده برضو يرجع لذوقكم في التسويه. لو حطيناها في طاسة على النار، نحط عليها طبق تقيل كده علشان يضغط الساندوتش. ولو حطيناها في الساندوتش ميكر فهو هيقوم بالواجب وهيضغطه كويس قوي. هتعملوا احلى ساندوتشات شاورما، والموضوع مش هياخد في ايديكوا كتير، لان تتبيلتها سهلة جدا، وكل الخطوات بعد كده سهلة، وما بتاخدش بقى في ساندوتش ميكر دقيقتين كده وبتتشمع وتطلع لنا بالحلاوة دي. وهتاكلوا احلى سندوتشات شاورما ممكن تكونوا كلتوها في حياتكم. كل حاجه فيها فريش، حتى العيش بتاعها كله عملناه من الالف للياء من خلال الفيديو ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.